Ciao carissimo e carissima, bentornati in un nuovo فيديو. اهلا بيكم في فيديو جديد معانا من برنامجنا فاتشلي وقناتنا امبارح كنت سارة عشان ناخد النهاردة مع بعض اكسرشيتسيو، يعني تمرين على ظرف المكان اللي خدناه الحصة اللي فاتت. زي ما احنا متعودين لما بناخد درس بنحل عليه تمارين. السؤال بيقول انسريشي يعني ادخل ليه اسبريسيوني التعبيرات اللي هي ديسترا ديترو يعني خلف، سينيسترا شمال، وسوبرا يعني فوق ومكتوب جنبها 2 عشان دي هنستخدمها مرتين في جملتين مختلفين. بعد كده عندي سوتو تحت، دافانتي قدام، ودنترو جوه. تمام كده. ورقة وقلم الناس اللي مش عارفاهم لسه تكتبهم او تشوف الحلقة اللي فاتت هتلاقوني حطها لكم تحت في الديسكريبشن. قدامنا زي ما انتوا شايفين في الصورة في شباك وفي ستارة في ترابيزة عليها شوية حاجات، وجايب لي كده قطعة وعايزين نكمل بحاجة من التعبيرات دي تكون مناسبة للجملة. فبيقول ايه البياتو ايه. هسيب لكم وقت كده تحلوا لوحدكم وبعد كده هتقول لكم الإجابة. يلا بينا. البياتو ايه نقط il tavolo، عايزة أقول الطبق يكون نقط الترابيزة. فين الطبق؟ برافو عليكم، هتبقى سوبرا. سوبرا التافولو يعني فوق الترابيزة، وكده استخدمنا أول استخدام لسوبرا. طيب نقط del piatto ci sono un coltello e un cucchiaio. un coltello يعني سكينة e un cucchiaio ومعلقة. يا ترى انتوا شايفين المعلقة والسكينة فين بالنسبة للطبق؟ a destra. a destra يعني على يمين. a destra del piatto على يمين الطبق ci sono un coltello e un cucchiaio، في سكينة ومعلقة. اللي بعد كده نقط del piatto c'è una forchetta، عايزة أقول على إيه الطبق يوجد فوركيتا يعني شوكة. برافي، يبقى سينيسترا على شمال، سينيسترا del piatto على شمال الطبق يوجد una forchetta يعني شوكة. بعد كده بونتيني al piatto c'è un bicchiere. عايزة أقول الطبق يوجد un bicchiere d'acqua يعني كوباية مية. برافو عليكم، هتبقى davanti al piatto يعني قدام الطبق. c'è un bicchiere d'acqua كوب من الماء. نقط il tavolo a destra c'è un cesto. نقط il tavolo a destra c'è un cesto. الشيستو اللي هو السلة بتاعة الفاكهة اللي انتوا شايفينها فوق الترابيزة. يبقى هقول ايه il tavolo. برافو، sopra il tavolo يعني فوق الترابيزة. a destra على اليمين c'è un cesto يوجد سلة. بعد كده بونتيني il cesto ci sono un kiwi, un'arancia, una pera e una mela. عايزة أقول نقط السلة يوجد كيوي، طبعا الكيوي، un'arancia برتقالة، وuna pera يعني كمثرية، e una mela وتفاحية. يا ترى هم دول موجودين فين؟ طبعا جوه الشيستو، فهقول dentro الشيستو. برافو عليكم. طبعا انا رفعت الصفحة لفوق فالكلمات ما بقتش قدامي، فممكن توقفوا الفيديو تكتبوهم قدامكم عشان تقدروا تستخدموا منهم اللي انتوا عايزينه في الجملة المناسبة. تمام. بعد كده بيقول بونتيني il tavolo c'è un cane. الكلب موجود فين في الصورة يا ترى؟ تمام، تحت الترابيزة، فهقول sotto il tavolo. برافي. وقفوا الصورة لو أنا بجاوب بسرعة وفكر فيها براحتك وبعد كده شغل وكمل. vicino al tavolo c'è una tenda. vicino يعني بجانب، بالقرب من الترابيزة c'è una tenda يوجد ستارة. بونتيني la tenda c'è una finestra. نقط الستارة يوجد شباك. الشباك موجود فين بالنسبة للستارة؟ برافو عليكم، dietro la tenda
c'è una finestra، يعني ورا الستارة يوجد شباك. طبعا هنا طلعنا بكلمات جديدة زي أسامي الفواكه، عرفنا كمان إن سكينة اسمها كولتيلو، وكوباية اسمها بيكييري، وشوكة اسمها فوركيتا. يعني وقفوا الفيديو واكتبوا الكلمات وأنا بترجمها معاكم أول بأول. مهمة جدا، هتزود عندنا الحصيلة اللغوية، وكمان دربتنا على استخدامنا لتعبيرات المكان صح. بكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، وانتظروني في حلقة جديدة. وما تنسوش لو أول مرة تشوفوني تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ولو انتوا عندي اوريدي فياريت تشيروها لكل أصحابكم عشان يستفادوا، وتدوسوا لايك لو كانت الحلقة عجبتكم. وبرضه ما تنسوش تعملوا الواجب بتاعكم. معاكم سارة البحيري، alla prossima، تشاو تشاو.